ممنوع منعا كليا للمرأة الحامل تاكل البوبوش ولا الغلال على الطريقة المغربية. كملوا لا فيديو حتى الاخر باش تعرفوا علاش. البوبوش ولا الحلزون عزيز علينا حنا المغاربة وخصوصا مع هذا البرد، ولكن كيشكل خطر كبير عند الام والجنين ديالها. اولا حيت كيطيب خليط ديال الاعشاب والتوابل بحال الزعتر، الزعترة، الكرويه، عرق السوس، القرفه، القرنفل وزيد وهادو اعشاب صحيه، ولكن عند المرأة الحامل كتقدر تسبب خطر في الاجهاض، كتقدر تطلع على طونسيون ارتيريال ولا الضغط الدموي، وكتقدر تسبب في تقلصات ولا دي كونتراكسيون. ثانيا لو ريسك انفيكسيو. البوبوش كيكون عايش في الارض والرطوبه، وكيقدر يكون حامل لبكتيريا بحال لا ليستيريا ولا دي بارازيت اللي الا ما كانش الغسيل الطياب والتخزين بشكل دقيق كيقدر يسبب في ولاده مبكره ولا ان اكوشمون بريماتوري. وعند المراه الحامل وابتداء من الاسابيع الاولى التغذيه ماشي اختيار، كتعتبر اساس لصحه الام والجنين. الماكله كتاثر مباشره على صحه الجنين، تكوين الاعضاء، المناعه وحتى صحته المستقبليه. والتغذيه اللي ما مناسباش لهذه الفتره كتقدر تسبب فقر الدم، سكر الحمل، ارتفاع الضغط الدموي ومشاكل نمو الجنين. وهذا الشيء علاش خاصنا نحترموا الاحتياجات الغذائيه الخاصه لكل مرحله وتفادي المأكولات اللي فيها خطر. وإلا كنتي حامله وباغا ان سويفي نوتريسيونيل اللي غيخليك تعيشي مرحله الحمل بامان وتحمي صحه الجنين ديالك، كتبي غروسيس في التعاليق ولا في لي كومونتير باش يوصلوا كاع المعلومات على لو بروغرام اللي غيخليك توجدي الجسم ديالك للولاده والرضاعه الطبيعيه. وابونيفو الا بغيتو بلوس دو ريسيت دو كونساي باش نتهلاو في الصحه ديالنا.